بغض النظر بقى انت لعبت حلو ولا لعبت وحش ولا قدمت اداء مرضي او اداء غير مرضي، ايا كان في توقيتات كده معينه بتجيلك على مدار الموسم، سواء في اول الموسم او في نص الموسم او في اخر الموسم، بتحتم عليك ان انت لازم تحقق المكسب حتى لو انت في اسوأ حالاتك. وخلي بالك دي من صفات الفرق الكبيره، ان انت عندك دايما استراتيجيه المكسب، ان انا عايز اكسب في اسوأ حالاتي او في افضل حالاتي. كده كده الفكره عندي موجود، خصوصا ان انت كنت في امس الحاجه ان انت تحقق الثلاث نقاط في ظل ان فرق كتيره في الدوري حققت نتائج ايجابيه الاسبوع ده. حتى اللي خسر الاسبوع الاول من الدوري حقق نتيجه ايجابيه بالنسبه للاسبوع الثاني. فكان هيبقى صعب جدا جدا على جمهور النادي المصري ولاعيبه النادي المصري ومجلس اداره المصري والجهاز الفني في النادي المصري ان هو يا اما كان يخسر او يتعادل قدام فاركو. فالمكسب بيجيب مكسب، والمكسب بيعمل استقرار في الفرقه وبيعمل ثقه ما بين الجمهور وما بين اللعيبه، وبالتالي انت عندك فتره توقف الفتره اللي جايه. وما تنساش ولازم تحط في اعتباراتك ان انت طالع من هزيمه كبيره قدام النادي الاهلي، فمش من السهل